ايه السر الغريب اللي موجود في معبد دندرة؟ وليه ايلون ماسك جاب سيرة المعبد ده في كلامه وقال ان هو هيعمل فيه حاجة كبيرة، ورغم كل المعابد اللي موجودة في مصر ما جابش سيرة اي حاجة غير معبد دندرة تحديدا؟ ركز معايا قوي في الفيديو ده عشان فيه حاجات مهمة محتاجين نعرفها ونعرف ايه ممكن يتعمل فينا. الحاجه اللي مش كتير من المصريين عارفينها، رغم ان في ناس كتير في العالم عارفين الموضوع ده، انه معبد دندرة المعبد الوحيد اللي مرسوم على جدرانه لمبه، مش بس لمبه عاديه، لا دي لمبه وخارج منها سلك وفي انتنه فيها. طبعا كلنا عارفين شكل الراوتر بتاع النت العادي، انه بيبقى فيه عصايه خارجه منه، والعصايه دي اسمها انتنه، ودي بتسهل عمليه الوايرلس اللي واصل عشان توصل اي حاجه من غير سلك. فتعالى اقول لك ان اللمبه اللي كانت مرسومه على جدران المعبد ده كان فيها سلك وكان فيها انتنه. وعلى الرغم ان في معابد كتير جدا موجوده في مصر، لكن المعبد ده الوحيد اللي موجود فيه الرسمه دي. وايلون ماسك اتكلم عن الموضوع ده وجاب سيره معبد دندرة في وسط كلامه. ايلون ماسك اللي كل يوم والتاني يعمل اختراع بيبهر العالم بيه ومحدش مصدق ان الاختراعات دي ممكن تبقى حقيقيه. طب لو جينا نفكر ايه اللي يخلي القدماء المصريين يرسموا لمبه على جدران المعبد؟ معنى كده ان كان عندهم طاقه وعندهم اضاءه وكانوا بيستخدموا الطاقه دي عشان ينوروا حاجات كتير. معنى كده ان كان عندهم تكنولوجيا اكتر من اللي عندنا دلوقتي. يعني هم كانوا مكتشفين من زمان موضوع الكهرباء وكانوا بينوروا كمان. طب وايه سر السلك اللي خارج من اللمبه؟ ومش بس السلك ده، الانتنه كمان اللي موجوده على اللمبه. يعني كمان كان عندهم كهرباء ووايرلس زي ما تسلا اخترعها، يعني كهرباء من غير سلك. بس هنا في سر غريب، انه المعبد ده موجود على جدرانه من فوق اللمبه دي، بس مش موجوده في المكان ده بس، لا ده موجوده كمان في سرداب من السراديب اللي تحت المعبد. واللي ما نعرفوش ان في 22 سرداب تم اكتشافهم تحت معبد دندرة، ولحد دلوقتي ما اتفتحش منهم غير 11 سرداب بس، واللي مسموح زياره الناس فيه هو سرداب واحد من ال 11 سرداب. بس كل الناس اللي زارت السرداب ده قالت انه فيه كميه طاقه غريبه جدا، يعني بتدخل جوه السرداب تحس بكميه طاقه ايجابيه، وان جسمك بيقشعر جوه السرداب وبتحس باحاسيس غريبه جدا بسبب الطاقه اللي موجوده جوه السرداب ده. وفعلا اكتشفوا لمبه ثانيه مرسومه جوه السرداب ده وبنفس الطريقه برضه بالسلك والانتنه اللي خارجه منها. طب لما السرداب الاولاني فيه كميه الطاقه دي، تفتكروا بقيه ال10 سراديب اللي تم اكتشافهم في الوقت الحالي، او بقيه ال 22 سرداب اللي لسه اصلا ما اتفتحوش وما يعرفوش جواهم ايه؟ وبيقال ان كميه ملوك وامراء كانوا بيجوا معبد دندرة تحديدا عشان يستفيدوا من الطاقه اللي موجوده جوه السراديب دي، وياخدوا الطاقه دي ويستفيدوا منها في الاستشفاء والعلاج. يعني قدماء المصريين كانوا عندهم الطاقه دي بتفيد فعلا في الاستشفاء وفي العلاج. كميه الطاقه الرهيبه اللي موجوده في السراديب دي لحد دلوقتي هي سر ومحدش يعرف ايه سر وجودها. بس بعد ما اكتشفوا اللمبه، قعدوا العلماء والاثريين قالوا ان دي لمبه عاديه وبتدل على الميلاد، ملهاش اي علاقه بالطاقه ولا الكهرباء ولا الكلام ده. بس الكلام ده لو هي كانت لمبه لوحدها، لكن محدش عارف يفسر سر وجود السلك اللي خارج منها او الانتنه اللي مرتبطه بيها. معنى الكلام ده ان القدماء المصريين كان ممكن فعلا يبقى عندهم اي طاقه او اي تكنولوجيا غريبه احنا ما نعرفش عنها حاجه لحد دلوقتي. ومن ضمن اسرار الفراعنه الكتير اللي لحد دلوقتي كل يوم بنكتشف فيها سر مختلف، وكل الكلام بياكد على ان في الحقبه الزمنيه دي كان في تكنولوجيا جامده جدا اكتر من اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. تعال اقول لك يا صديقي ان كان في فيديو كامل انا عامله عن الهرم، وازاي الهرم مش مجرد مقبره، ده مصدر للطاقه كبير جدا ومرتبط بحاجات تانية كتير، وكل ده موجود جوه الفيديو وتقدروا تدخلوا تشوفوه على الصفحه. ولو عايز اللينك بتاعه ممكن اسيبه لك في الكومنتات. بس الاهم من ده ان فعلا القدماء المصريين كل الدلائل بتقول ان كان عندهم كميه تقدم تكنولوجي رهيبه جدا، واسرار لحد دلوقتي ما حدش يعرف عنها حاجه. بس نيجي هنا ونقول انه ايلون ماسك عرف يوصل لسر منهم، فعلا هيتم استخدامه من معبد دندرة اللي موجود في هنا عندنا في مصر واحنا ما نعرفش عنه حاجه، بس ايلون ماسك عرف عنه وبدا يشتغل على الفكره. ما هو مش غريب عليه، اللي عمل حاجات كتير زي الافكار اللي عملها الفتره اللي فاتت ممكن يكون وصل لسر من الاسرار دي وهيبدا يشتغل عليه عشان يستفيد من القدماء المصريين بتوعنا اللي كان عندهم تكنولوجيا وكان عندهم حاجات غريبه جدا واسرار محدش يعرف عنها حاجه لحد دلوقتي. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان نبقى عارفين ان احنا عندنا كنز، الكنز ده لازم نستغله قبل ما ناس تانية تكتشفه وتستغله. ومستني رايك في كومنت، ممكن يكون فعلا القدماء المصريين كان عندهم طاقه وتكنولوجيا واضاءه وكان عندهم حاجات اكتر من اللي موجوده عندنا دلوقتي وكانوا متقدمين عننا واحنا بس اللي مش عارفين، ولا في حاجه حصلت في النص خلتنا نفقد المعلومات اللي كانت هتخلينا نسافر عبر الزمن.